الذهب هينهار في 2026. ده كلام ناس كتير عمالة تقوله. هقول لكم اجابته في اخر الفيديو. في 2026 اغلب البنوك الاستثمارية متوقعة ان الذهب يعمل ارقام ما وصلهاش قبل كده. المحللين بيقولوا ان الأونصة ممكن تكسر ال 5000 دولار مستريح، والكلام ده قبل نص السنة كمان. طب يا ترى ايه اللي هيولع الاسعار كده؟ رقم واحد، بنوك الصين وروسيا والهند مكملين في شراء الذهب عشان يحموا فلوسهم من التضخم والعقوبات. والذهب طبعا زي ما انتوا عارفين هو الملاذ الامن وقت الخناقات. ونقطة كده لازم تبقى واخد بالك منها، الصين وامريكا عايزين يعملوا العركة بتاعتهم دي في 2027. هم متفقين ان 2027 هم فيها اللي هيدبوا في بعض زي ما بيقولوا، لان الصين عايزة تاخد تايوان وحاطين 2027 ميعاد للموضوع ده. فطبعا اكيد 2026 اللي احنا فيها هيبدأ التجهيزات للموضوع ده، وده اكيد هيضغط على الذهب وهيخليه يزيد جدا. انت بتتكلم في حاجة كبيرة، عركة كبيرة يعني، مش حاجة صغيرة يعني. نخش بقى على تاني حاجة، ان في توقعات كبيرة ان الفيدرالي الامريكي هيفضل يخفض الفايدة وهينزل لحد 1 أو 1.25%، وده رقم كبير جدا ونزول كتير جدا. وزي ما انتوا عارفين الذهب والدولار عكس بعض، فمعنى ان الفايدة ترخص يبقى الذهب اكيد هيزيد. تالت حاجة وبكل بساطة وانا يمكن قلتها قبل كده، التوترات اللي موجودة حوالينا واللي هي تقريبا بقت في كل حتة. عندك روسيا واوكرانيا، تايوان والصين، فنزويلا وامريكا، حتى ايران في مشاكل كبيرة في الحتة دي. كل دي حاجات بتقول ان في عركة او عركات كتيرة هتحصل السنة دي وبالكتير السنة الجاية. والرأس المال زي ما بيقولوا في السوق جبان، ما بيحبش العركات. اول ما العركة بتقوم بيجري يحفظ فلوسه، فيحفظها في ايه؟ اكيد الذهب. وفي الاخر كده عشان اجاوبك على السؤال اللي قلناه في الاول، الذهب في الوقت الحالي صعب ان هو ينهار، هو هيزيد وهيعمل ارقام ما شفناهاش قبل كده. وده كلام كل الخبراء على مستوى العالم، وانا جبت لك الاسباب بتاعت الزيادة دي، فاكيد مفيش انهيار. وبس كده، اكتبوا لنا في الكومنتس تفتكروا الذهب هينهار ولا هيزيد. كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.